انا كنتش باجي الاول عشان ما كانش عندي ثقه في اللي كان بيحصل. انا دي اول مره انزل فيها انتخابات. أول مرة أخش في الانتخابات. أنا بالنسبة لي أول مرة أنزل أنتخب. أعلنت نتيجة ثورة 25 من يناير. طوابير الناخبين طويلة أمام لجان الاقتراع رغم الأمطار والتكهنات بحوادث عنف. إقبال المصريين وانتظامهم لساعات في انتظار التصويت كشفا حجم استعدادهم الحقيقي لممارسة الديمقراطية. لكن الممارسة المثالية لا تزال بعيدة، فقد رصدت مخالفات عدة أبرزها استمرار غالبية المرشحين والأحزاب في الدعاية الانتخابية أمام اللجان رغم حظر كافة أشكال الدعايات قبل يومين من التصويت. كما تأخر وصول القضاء إلى عدة لجان ما تسبب في تأخر الاقتراع. ووقعت بعض أحداث العنف المتفرقة بسبب احتجاجات لأنصار المرشحين وسيطرت عليها قوى الجيش والأمن. كما جرت عدة مخالفات يتم توثيقها من عدة جهات، ربما أبرزها المتعلقة بفيديو منتشر لناشطين من حزب الحرية والعدالة خارج أحد المقار الانتخابية يبدون فيه وكأن بحوزتهم استمارات التصويت ويقومون بملئها في الشارع. ونشر موقع أخبار اليوم السابع هذا الفيديو مصحوبا بخبر تقدم حزب الوسط بشكوى رسمية ضد الإخوان، متهما إياهم بملء استمارات التصويت. يخل ويأخر وفي مسؤولية وفي تقصير وكل الكلام ده مظبوط، والكلام ده ما يعديش، وهنجري فيه تحقيقات. كل الشكاوى اللي مكتوبة بتدور حول النقطتين دول: تأخر وصول القضاء وتأخر وصول الورق. الشفافية في الاعتراف بحجم الأخطاء كانت ضمن ما أشاد به المتابعون الدوليون للانتخابات. انتخابات تاريخية، وما رأيناه إلى الآن يثير الإعجاب، خاصة المتابعين وطريقة إحصائهم وتصنيفهم للانتهاكات وتقديم تقارير بها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وهي انتهاكات بسيطة تراها في أي انتخابات تجرى لأول مرة. لجنة الانتخابات أعلنت تمديد فترة التصويت كحل للتغلب على شكاوى التأخر في وصول القضاء أو بدء الاقتراع. ووعدت اللجنة بالتحقيق في بقية الشكاوى المقدمة، وإن أشادت بالإقبال غير المسبوق على الاقتراع في نحو 10,000 لجنة انتخابية تشكل المرحلة الأولى من عصر ما بعد مبارك. مازن أمان، العربية.